قديما كان العرب بيسموا الضبعة بأم عامر، وده نظرا لأن كان في جماعة من الصيادين بيطاردوا ضبعة، والجو كان حر جدا. فالضبعة لجأت لبيت أعرابي ودخلته. فالأعرابي لما شافها والدنيا حر وشاف منظرها صعبت عليه جدا، مجروحة وعمالة تنهج ونفسها جامد جدا وباين عليها الإعياء. فسألهم في إيه؟ فقالوا له ده الصيد بتاعنا. فقال لهم هي لجأت لبيتي واحتمت بيه، ملكوش دعوة بيها. فمشيوا. الأعرابي قام حلب الشاة بتاعته وقدم لها اللبن والمية وضمد الجراح بتاعها، وكان فرحان جدا من الخير اللي هو عمله ده والإحسان اللي هو عمله. جه الليل وحط لها الأكل بتاعها ونام. كانت استردت العافية بتاعتها. أم عامر بصت له، لقيته نايم، فهجمت عليه وافترسته من بطنه وشربت من دمه. ابن عمه راح يزوره في الصباح فلقى المنظر ده، فطبعا قال جملة شهيرة جدا: ومن يضع المعروف في غير أهله يلاقي ما لاقى مديرا من أم عامر. في عينات كتير في زماننا ده هي أم عامر بالظبط. يا ترى هل في حياتك أم عامر؟ بس كده يا غالي، أشوفك بكل خير.